بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلي بطل الدوري بلا منافس بعد تعادل بيراميدز النهارده. الأهلي بطل الدوري وحاطط رجل على رجل، وأنا قلت لكم الفيديو اللي فات إن الأهلي لو جاله ريال مدريد مش هيخسر تاني خلاص بعد ما كسب بيراميدز الماتشين وبقى الفرق 7 بونت. أنا بقول لك حتى لو هو وحش هيكسب أي فرقة. هيكسب ليه؟ عوامل كتير، جمهوره اللي هو مش سايبه، لعيبته اللي هي عارفه يعني ايه بطوله للنادي الاهلي وبيحافظوا وبيوسعوا الفرق دايما عن الفرقه اللي بتنافسها. النهارده بقى 9 بونت، فاعتقد كده خلاص باي باي الدوري في الجزيره سيرف وش كده. الدوري في الجزيره خلاص انتهى الموضوع. وسيبك بقى من الماتشات اللي جايه. الناس كانت امالها النهارده في المصري بالذات بيراميدز، والناس اللي هي بتقول لك المصري هيكسب والكلام ده. برضو المصري النهارده ما قدمش المستوى اللي هو يخوف النادي الاهلي او يقلق النادي الاهلي. النادي الاهلي طول ال 90 دقيقه بيلعب وما استغلوش النهارده غلطات محمد عبد المنعم ولا رامي ربيعه ولا الشناوي كمان اللي من خلال النهارده الفيديو بقول له لو جالك عرض اتكل على الله، لان انت بعد الاصابه بصراحه انت مش قادر. الخروج بتاعك كله ضعيف جدا، مش ده الشناوي اللي هو قبل الاصابه. بعد الاصابه شكل الاصابه مأثره عليك جدا جدا جدا، فما تضيعش تاريخك. انت كده لو جالك عرض اتكل على الله، ما جالكش عرض سيب الدنيا لشوبير بقى، ودي سنه الحياه، وانت تبقى الراجل التاني لغايه ما تحاول تستعيد مستواك تاني، لان كده بصراحه محدش هيستحملك. وخلي بالك جمهور النادي الاهلي ما عندوش عزيز، سيبك من الاونطه دي بقى وان هو يشجعك والكلام ده. اول ما هيقلب عليك مش هتشوف تاني. فدي نصيحه مني، انت وكهربا لو جالكوا عقود اتكلوا على الله. نرجع تاني للماتش. النادي الاهلي الشوط الاولاني يعني اللعب منحصر كله في نص الملعب، ما فيش خطوره لا هنا ولا هنا. يعني الوحيد اللي بيحاول الشوط الاولاني كان حسين الشحات. وبعد كده خلاص يعني الشوط انتهى، ما حسيناش باي خطوره بس النادي الاهلي يعني عارف ان هو هيكسب في اي وقت. هو زي ما بتقول ايه، بيهمد الفرقه اللي قدامه بدنيا وفنيا ومعنويا، واخد بالك، لغايه ما هو في الوقت المناسب يضرب ضربته. زي الشوط الثاني كده لما نزل الشوط الثاني وفي كوره بمجهود فردي الرضا سليم، اللي المفروض ما اعرفش ده كان بيقعد ليه. يعني انا ما اعرفش ده كان بيقعد ليه. ده لو خد الفتره اللي فاتت دي يعني انا بقول لك كان هيبقى اقوى من حسين الشحات واقوى من بيرسي تاو. لعيب كوره بيلعب برجله اليمين وبرجله الشمال، بيعرف يجيب جون، بيعرف يعمل جون. يعني الجون اللي عمله النهارده ده واخده من قبل نص الملعب وبيجري ومجري وراه كل لعيبه المصري، وعمل الكروس زي ما الكتاب بيقول. وطبعا هنا في وقفه، هنا في حاجه اسمها وسام ابو علي. وسام ابو علي ده لو من اول ما جه ولعب كان زمانه هداف الدوري وهو مغمض. بس منك لله يا كولر، كنت بتلعب عليه مودست ازاي ده انا ما اعرفش. كنت بتلاعب لعيب مبطل بقاله 20 سنه بتلعبه ازاي على راجل زي ده؟ يعني النهارده دبش ده الكره اللي عدته هو عينه على الكره وماشي معاها لاخر لحظه وحاطط دماغه في البعيده. وربنا دي لو جت لمودست والجون فاضي ومفيش دبش كان في اي حد، يبقى مفيش اي حد لا دبش ولا غير ولا الهابيه كمان كان هيجيبها جون. ما كانش هيجيبها جون. ده انا بتكلم على مودست. يعني لو معهوش حد والكره اتعملت والجون فاضي والله ما يجيبها جون. شوف ده بقى فضل دبش طالع قدامه وحجب الرؤيه عنه وهو عينه على الكوره وطلع لغايه ما هي عدته، حط دماغه في البعيده كمان، مش في عشوائيه كده في ايد الجون ولا في نص الجون ولا فوق في السماء، لا ده هو حطيتها في زاويه وراح هناك في المقص. فحاجه تحسب يعني بجد فيرود. وكنت من اول ما شفته انا بقول لك ده حرام انه يقعد لواحد زي مودست يعني. فجاب جون عالمي بصراحه. يعني انا شايف ان الجون ده جون من اول رضا سليم لغايه وسام، حاجه محترمه. عينه على الكوره ومركز وشايف الكوره، ودبش طبعا قلش بدماغه وهو مش شايفها اصلا. مفيش باك يقف بالطريقه دي. وانا برضو بعذر علي ماهر، انت عندك 3 4 لعيبه النهارده مبوظين لك اللعب. دبش ثم الراجل اللي هو في نص الملعب اللي انت بتقولوا عليه جايبينه من تونس ده ضعيف قوي في نص الملعب. وعندك محمود حماده اللهم صل على النبي الدولي اللي هو كان انا ما اعرفش كان دولي ازاي. منك لله يا فيتوريا، الهي تلاقيه في ولادك
الفلوس اللي انت خدتها دي تتصرف عليك وعلى اولادك في العيا. هو مش ذنبك، ذنب البهوات اللي جابوك اللي هم في الاتحاد، بس انت جيت خدت فلوسنا ومشيت. تطلع لنا محمود حماده ده محمود حماده ده ما بيعملش حاجه يا علي يا ماهر. انا ما اعرفش انت مقتنع ولا اتفرض عليك ولا ايه يا علي. انت يعني انت حبيبي او كل حاجه، بس في لعيبه انت بوجهه نظرك والله لو معاك لعيبه تانية والله تنافس على الدوري، بس مش بمحمود حماده ولا اللي اسمه زلاته ده ولا اسمه ايه بتاع اللي انتوا جايبينه محترف ده. وبعدين انا مش هتكلم على الثلاثه اللي قدام لان الكوره اللي ما جات لهمش كتير، لان انت بتلعب اتنين في نص الملعب بقول لك ضايعين، فانت مستني تروح على الجون ازاي وانت بتلعب اتنين ضايعين في نص الملعب. فالمصري لم يقدم المستوى او الشكل المطلوب منه النهارده عشان يتعادل او يكسب، و1-0 كويس، نتيجه مرضيه بالنسبه لهم. النادي الاهلي بيكسب باقل مجهود. طبعا يعني مش هنتكلم بالنسبه للنادي الاهلي اللي هو اصلا جايله على الطبطاب، كسب الماتشين بتوع بيراميدز اللي هو بينافسه، والنهارده بيكسب المصري اللي كانت الناس حاطه امال ان هو ممكن يتعادل او يكسب. فكده خلاص الدوري زي ما انا قلت في الجزيره رسمي ومفيش كلام. يعني ليا ملحوظتين بقى على المخرج النهارده بسم الله ما شاء الله. في واحده النهارده بتاعت وسام ابو علي اللي في الشوط الاولاني مركز ان لازم يجيبها وان هي رجليه اتخبطت وان لازم يوريه للحكم ويبعدها لنا من كذا منظر، من ورا ومن قدامه ومن الجنب وبتاع، محدش لمس وسام. فهو عايز يقنعك ان دي ضربه جزاء، دي واحده. والثانيه عادها بتاعت حسين الشحات اللي في الشوط الثاني اللي جري ودخل ال 18 والراجل شده، واخد بالك؟ فبرضه بيقنعك ان هو طب ما انت الماتش اللي فات يا عم المخرج او اي مخرج بقى عشان نبقى على نظافه بقى، على نظافه بجد، في ماتش الاهلي الكوره بتاعت مصطفى فتحي انت ما عدتهاش خالص. انت في الماتش ده عدت كوره لامام عاشور 5 مرات في نص الملعب فاول عشان تدي ان ياخد انذار ولا ياخد طرد، عمال تعيدها له والكوره بتاعت مصطفى فتحي ما عدتهاش. فعايزين السنه اللي جايه الاخطاء دي ما نشوفهاش تاني يا مسؤولين عن الكوره في الدوله. الحاجات اللي هي بتتعمل لنادي واحد، هو طبعا النادي ملوش ذنب، انما المخرجين هم اللي بيتحكموا. عشان لما نيجي نتكلم ونقول المخرجين يقول لك لا 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 ما لهمش دعوه بالفار والعار والكلام. لا يا حبيبي، ما هو بيظبط كاميراته على ان هي زي. طب اقول لك على حاجه، ضربه الجزاء النهارده بتاعت الزمالك اتحسبت عليه، ما زيها زي بتاعت كريم فؤاد في ماتش الاهلي وبيراميدز. هتقول لي حكم اجنبي وحكم اجنبي، ماشي، بس انا بقول لك دي ضربه جزاء ودي ضربه جزاء، لا دي اتحسبت بس بتاعت النهارده تتحسب، نفس الكوره ونفس الشكل. فعايزين نتفرج على دوري محترم، تصوير محترم، اخراج محترم، فار محترم، حكم محترم، جماهير محترمه، واخد بالك؟ عشان نتلاشى كل اللي حصل الموسم ده ونبدا موسم على نضيف، على رواقه بقى، واللي يكسب يكسب واللي يخسر يخسر. عايزين نشوف منافسه بجد. نروح بقى لماتش الزمالك. طبعا ما اتفرجتش الا على الهدف بتاع عبد الله السعيد اللي عمل اسيست لمصطفى شلبي، حاجه محترمه جدا. انا ما اعرفش بقى جمهور الزمالك ايه رايكم دلوقتي في مصطفى شلبي؟ يعني ماتش وبيراميدز بينافس والراجل بيرقص ويخش ويعمل 1 2 مع عبد الله السعيد ويحط في البعيده جون عالمي، بس جمهور الزمالك ما بيحبوش. ليه؟ اصل هو كان عايز يروح الاهلي. طب ما انت عندك عبد الله السعيد جاي من الاهلي، وعندك ناصر ماهر جاي من الاهلي، واحمد حمدي كان في الاهلي. انسوا بقى الحته دي وفكروا بقى عشان تبنوا فرقه جديده السنه اللي جايه عشان تفكروا في المنافسه. دي حاجه. تاني حاجه الجون اللي اسمه محمود الشناوي ده شكله كده مبشر، شكله، وهيبقى يعني لو خد الفتره اللي جايه وخد ماتشات كتيره هيبقى حاجه محترمه، وهيبقى احسن من الشناوي هنا وهنا. يعني شكله كده هو اللي هيبقى الشناوي رقم 1 او هو اللي في الحته الثانيه، انما شناوي هنا وشناوي هنا كفايه بقى، كفايه بجد يعني. فطبعا بقول له انت عامل ماتش كبير النهارده وانت السبب في التعادل، لان في انفرادين شفناهم
واحده بتطلعها بايدك على مرتين، صدتها وهي بتقع والراجل هيحط دماغه، انت قمت جاي لطشها بايدك، والتانيه الانفراد اللي انت طلعتها فبنقول ان شاء الله لو خدت هتبقى خامه كويسه، واضافه بقى لحراس المرمى في مصر. مبروك للنادي الاهلي وجماهيره، كده المسرحيه خلصت والستاره نزلت والدوري في الجزيره. سلام عليكم.